رجعنا معاكم تاني في صباح القاهرة، وبشكر زميلتي لهافة إبراهيم على التقرير المهم جدا طلبة الثانوية العامة في مدرسة ناصر باب اللوق. وشفنا آراء أولياء الأمور، أولياء الأمور المهمين جدا اللي بيخافوا على أولادهم، بيدعموهم دعم نفسي بشكل كبير جدا. وده طبيعة الأم المصرية والأسرة المصرية بشكل كبير، اللي بتدعم أولادها دعم كبير جدا. ما زلنا معاكم في الملف التعليم، وده ملف عظيم جدا وفيه خطوات اتخذتها الدولة بشكل كبير جدا في تطوير التعليم، وأفكار خلاقة، لأنه رؤى التعليم اختلفت عن زمان، لأنه سوق العمل اختلف. فالدولة المصرية بتواكب فكرة سوق العمل ومعه تغيير التعليم. هنتكلم باستفاضة عن التعليم مع الأستاذ الدكتور أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني والتجربة اليابانية بشكل كبير. الدكتور أحمد، نورتني وسعدتني وصباح الفل. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. نورتني يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور بحضرتك يا فندم. أحمد، الموضوع ملف التعليم ملف عظيم، لأنه دايما أنا بقول إنه جناح بناء الإنسان الصحة والتعليم، والدولة مدركة ده تماما وشغال عليهم بشغل عظيم جدا، وأنجزنا فيهم إنجاز كبير، لأنه كان في مشكلات متجذرة في كل طبعا. المؤسسات ومنهم الصحة والتعليم. طيب، بدأنا نطور التعليم ونفكر تفكير عميق لما يتطلبه سوق العمل. وفي تجربة اسمها التجربة اليابانية، تجربة برضو مهمة جدا. اليابان، كوكب اليابان حاجة عظيمة جدا جدا. أكيد لما قلت معهد الكوزن المصري الياباني، في ناس تسأل إيه الموضوع؟ اهلا وسهلا بحضرتك نورتني وشكرا يا على فندم. الدعوه الكريمه. نورتني يا فندم. هو معهد الكوزن المصري الياباني هو اول معهد في الشرق الاوسط ومصر وافريقيا، وهو شراكه ما بين صندوق تطوير التعليم تابع لرئاسه مجلس الوزراء برئاسه الاستاذ الدكتوره رشا شرف وهيئه الجايكا اليابانيه. وهو معهد تكنولوجي متقدم. وزي ما حضرتك اشرت في الاول ان الدوله المصريه بقت ليها رؤيه مختلفه في التعليم، صحيح. خاصة التعليم التكنولوجي. مم. فبدأنا من خلال الشراكة مع دولة اليابان إن احنا نبدأ نشوف الاحتياجات الفعلية للسوق. ولما جاء صندوق تطوير التعليم بدأ يبص على خريطة احتياجات الصناعة والسوق الصناعي والتكنولوجي، هو ما بصش على السوق المصري فقط، لا ده بص على السوق المصري والسوق العالمي. فأصبح هناك ضرورة إن يتم إنشاء كيان تعليمي مختلف فريد من نوعه. مم. وطبعا احنا زي ما يعني اشرت في الاول التجربه اليابانيه والصداقه بيننا وبين دوله اليابان هي صداقه وفي ترابط عظيم بين عظيم مصر ومن فتره طويله. واليابان. صحيح. فخدنا او صندوق تطوير التعليم اخذ قرار بعد دراسات يعني متأنية ومستفيضه بانشاء معهد الكوزن المصري الياباني. هايل جدا. اي تجربه، يعني تجربه جديده او افكار جديده ليها فلسفه. انا هشتغل ازاي عشان وهطلع الطلبه ازاي، والادوات والافكار و... وازاله كل ما هو خلل موجود في النظام التعليمي، عشان اطلع نظام عندي نموذجي. طيب هي طبعا اول يعني ما بنسبة احنا بقى مم. كاشخاص يعني مش اكاديميين او متخصصين نقول احنا في تجربة جديدة، مم. بيبدأ نوع من المقاومة صحيح. والقلق. آه. احنا طبعا لما جينا بدأنا التجربة معهد الكوزن الياباني، الفلسفة الأساسية ان المعهد يكون بيغطي احتياجات الصناعة جميل. وبيواكب التطور التعليمي. فلا يعقل ان احنا النهارده في 2026 والصناعة والتكنولوجيا قاعدة بتتطور قدامنا ومستمرة، مم. وكل يوم في جديد واحنا مصرين على نفس المناهج التعليمية. صحيح. فأصبح من الضرورة ان احنا لا احنا هنجيب مناهج تتماشى مع الصناعة، ونبدأ نخلي الطالب يبقى الأسلوب بتاع التعلم بشكل لائق بالطالب المصري. جميل. يعني نقدر نعمل ايه؟ انا النهارده التجربه اليابانيه او الزملاء اليابانيين مع الشراكه مع هيئه الجايكا قدموا لنا فكره حلوه قوي. احنا بدانا نجيب حاجه اسمها المونوزوكوري فاكتوري او مصنع الاحلام. مصنع الاحلام ده هو دوره ان الطالب وهو شغال، احنا طبعا بنقدم الدراسه جزء نظري وجزء تطبيقي. ولما بنقول معهد تكنولوجي يبقى احنا بنتكلم على فوكيشنال اديوكيشن، او بيبقى نسبه العملي او التطبيقي فيها في حدود 70%. هايل. فأصبح النهاردة الطالب وهو موجود في القاعات الدراسية في نفس اليوم الدراسي يقدر ينزل المونوزوكوري فاكتوري أو مصنع الأحلام، كل اللي درسه بشكل نظري يبدأ ينزل يطبقه. عايز يقدر يشتغل على كيت معينة يقدر يشتغل، عايز يشوف روبوت أو يصمم جزء معين خاص بالروبوتس يقدر ينزل يشتغل عليه. فأصبح أن الطالب
بنعلمه بنظام ليرنينج باي دوينج. انا مش مستني او مش بديله بعض المحاضرات والعملي مفصول عن النظري، لا ده هما الاثنين متكاملين في نفس المكان في نفس اليوم الدراسي. ممتاز. فدي ده طبعا اسلوب جديد من التعليم والحمد لله يعني الطلبه عندنا ما شاء الله يعني اه مستجيبه ومستمتعه جدا طيب هايل. بالنظام ده. في جزئيه مهمه جدا يا دكتور، فكره تهذيب السلوك. هل في اختياراتكم للطلبه بتختار طالب ليه مواصفات معينه، ولا بتختار وتشتغل على فكره تهذيب السلوك مع العلم، مع الرساله العلميه داخل هذه المنظومه؟ لانه احنا متعودين حتى في وزاره التربيه والتعليم، التربيه سابقه لفكره التعليم. انا عاوز اعلم واعمل تعليم عظيم جدا، بس عشان يطلع الولد حاجه محترمه فلازم عنده سلوك محترم. تمام. هو احنا طبعا يعني احنا الشراكه مع اليابان هم بيهتموا اهتمام كبير جدا بهذه مش شراكه الجزئيه. علميه فقط او صحيح تعليميه فقط. صحيح. بالعكس احنا بدانا معاهم يعني حتى في ايام كتيره او من ضمن الانشطه بنعمل جابانيز داي والثقافه اليابانيه وهم قاعدين معانا يعني يوميا. فمش مجرد ان احنا بندي الطالب المنهج الياباني، لا احنا طبعا شغالين على الاسلوب الياباني سواء التعليمي او الثقافي. وفي نفس الوقت الطالب احنا بنبدأ نبني شخصيته كما يفترض ان يكون زي ما حضرتك قلت سابقا. يعني كان فكر بتاع احنا لما بنقول وزارة التربية والتعليم احنا بنهتم بالتربية قبل التعليم صحيح. او الاثنين مع بعض. فدي جت فرصة كويسة قوي ان احنا بنقدر ان احنا نمشي في الاتجاهين. ممتاز. فبالتالي وضعنا في اختيار الطالب بعض الشروط. ايوه. فاحنا طبعا يعني الطالب قبل ما بيدخل عندنا من الاعداديه لازم بيعدي ببعض الشروط او بعض الاختبارات، سواء اختبارات لغه سواء اختبارات علوم سواء اختبارات رياضه سواء اختبارات اي كيو، وفي الاخر في مقابله شخصيه. كل الاختبارات دي في الاخر انا بقدر احكم على شخصيه الطالب ومدى تقبله للنظام الجديد ومدى هو هيقدر يتماشى معايا ولا لا. صحيح. طبعا مش كل الطلبه بيبقى بنسبه 100% بيقدر ان هو يعني يحقق الشروط دهيت. صحيح. ولكن في بعض الطلبه بيبقى عندها دافع وعنده بعض المقومات او مقومات كتير. صحيح. وعنده برضو بعض السلبيات. بس احنا يعني بمعاونة طبعا السادة الخبراء اللي معانا بنقدر نشوف ايه امكانية تهذيب بعض السلوكيات ان احنا نبدأ نرفع المستوى بتاعه. صحيح. فبالتالي احنا ممكن ناخد طالب الطالب دوت عنده حافز، عنده سلوكيات جيدة، عنده استعداد، عنده من يعني مايند سيت معينة، وبنقدر ان احنا ننميه ونطور المهارات بتاعته. هايل. الطالب جه، انا بشوف انه الطالب ما دام جه يبقى في الاسره نفسها فيها بنيان تفكيري بيفكروا. هم فكروا وبداوا يفنطوا الاختيارات وعندهم رؤى مستقبليه. فده يبقى جزء من تكوين الطالب، انه عنده اسره بيفكروا مع بعض. فكره اختيار، فكره تطوير التعليم بالنسبه لهم وسوق العمل موجوده في جواهم وبيشتغلوا عليها بشكل كبير. هو طبعا ان الاسره يبقى عندها الفكر دهوت ويشتركوا مع الطالب ويقول انا والله انا بقرر لابني مصير معين او صحيح. اتجاه معين. ده في حد ذاتها يعني احنا طبعا بنحترم التفكير دوت. مش مجرد ان انا بمشيه في الطريق العادي يعني الطريق المعتاد. لا احنا بنيجي نقول ايه، تعالوا يا جماعه احنا النهارده الدوله المصريه كلها بتتغير. في كميه مشروعات الدوله بدات تتفتح في الدوله المصريه بتحتاج هذا النوع من التعليم. صحيح. سواء المشروعات دي هي مشروعات دوليه او مشروعات محليه. صحيح. طيب انا النهارده كولي امر ايه اللي يهمني والله حاجتين، ان انا ابني او الطالب ان هو يتعلم كويس ويتعلم تعليم حقيقي. هايل. وفي نفس الوقت يطلع يلاقي فرصة عمل. ممتاز. طب لما نيجي نقول ان صندوق تطوير التعليم من خلال امين عام الصندوق الدكتورة رشا شرف اثناء الدراسة قالت ايه، والله احنا هنبدأ نشوف التخصصات الفعلية او اللي مطلوبة في سوق العمل. فاتوجد 4 تخصصات، الميكاترونكس، الكمبيوتر ساينس والذكاء الاصطناعي، المايكرو الكترونكس الرقائق الدقيقة، والطاقة الجديدة والمتجددة. ممتاز. وعملوا خريطة لاحتياجات سوق العمل سواء سوق العمل العالمي او المحلي. وقلنا والله التخصصات دي هتتفتح بناء على احتياجات سوق العمل. فبالتالي الطالب اصبح اللي دخل المنظومة
دهيت من التعليم اللي هو الكوزن المصري الياباني، اصبح عارف ان هو ليه وظيفه صحيح. في السوق العالمي او السوق المحلي، هيطلع يشتغل. هيطلع يشتغل. اه. فبالتالي التفكير في انشاء الكيانات التعليميه اصبح مختلف. وده توجه جديد وده للأسرة توجه المصرية جديد في بصراحة. الدوله طبعا. انه يحول يعني مساره، انه يروح ثانويه عامه، حضرتك في تمام. ثانويه عامه وياخد ياخد شهاده كبيره. تمام. فاهمني؟ لا، بيحول مسار مختلف تاني. وبالمناسبة هم يعني كوزن هو مش جديد على العالم، هو طبعا هناك في اليابان في 55 معهد كوزن، وتقريبا 3 معاهد كوزن انترناشونال. احنا بالمناسبة نعتبر احد معاهد الانترناشونال لان الدراسة فيه باللغة الانجليزية. صحيح. وطبعا كان القصد ان الدراسة تبقى باللغة الانجليزية عشان نقدر ان احنا نغطي الاحتياجات العالمية كلها، ما يبقاش قاصر على دولة معينة. تصدير العمالة. تصدير العمالة ده طبعا مهم جدا، والدولة المصرية شغالة فيه شغل عظيم يعني. طبعا. فيعني فهي فكره عظيمه جدا. وبعدين الاهم كمان ان احنا بنستقبل الطلبه من بعد الاعداديه. فبالتالي انت بتقدر تاخد الطالب وهو في تخصص مبكر متقدم، وهو لسه مخه خامه جميله. خامة يعني جميلة وجاهزة. تقدر فعلا ان انت يعني تديله كميات معلومات محترمه جدا. صحيح. متقدمه جدا. والتجربه اللي احنا شفناها مع الدفعه السابقه اللي دخلت العام الدراسي السابق بصراحه كانت مبهره. يعني الطلبه ابهرونا وقدروا يستوعبوا المواد ويتماشوا مع نظام التعليم، سواء مع الجزء العملي او الجزء النظري. الشباب المصري مبدع والله. مبدع، وعنده عنده حاجات كده يخترق بيها الدنيا كلها. طيب، الحمد لله. يعني مهم جدا الشراكات مع القطاع الخاص، مع الشركات والمصانع. تقعدوا اكيد معاهم وتشوف افكارهم ايه واحتياجاتهم ايه، علشان يبقى في تواصل كبير جدا بين معهد كوزن وبين شركات كبيره. بيشتغلوها ازاي، واحتياجاتهم بتحققوها للشركات دي ازاي برضه من خلال المعهد. طيب، هو طبعا الفكر بتاع المعهد او الفلسفه بتاعت المعهد ان اصلا انت الدراسه مبنيه على المشكلات الصناعيه. صحيح. الخارجيه المجتمعيه. صحيح. فبالتالي اصبح ان احنا لازم يبقى في ترابط بيننا وبين الصناعه. وبالمناسبه يعني انا اشكر بصراحه صندوق تطوير التعليم والجايكا اليابانيه، لان هم وفروا لنا الشراكات الصناعيه. احنا طبعا الفتره اللي فاتت دي او العام السابق اصبح معانا مجموعه محترمه جدا من الشركاء الصناعيين، وهم لحد الوقت الحالي هم الدوليين. المصانع اليابانيه في مصر هم من يعني شايفين ان المناهج عندنا او الخريج اللي عندنا هو قادر ان هو يغطي الاحتياجات في هذه المصانع. فاحنا طبعا في خلال الاعوام الدراسيه من اعتبارا من العام السابق بنعرض على الشركات دهيت المناهج بتاعتنا. وبيبقى طبعا احنا عندنا مرونه شويه في اللوائح، فيقدر يجي يقول ايه، طب والله انا في جزء معين هحتاجه في الحته دهيت، فبعد اذنكم عايزين لازم هيتضاف او تضيفوه. طب في جزء لا احنا هنحتاج ان احنا نطوره. فاصبح ان المنهج هو ما بيني انا كجهه اكاديميه والجهه الصناعيه. وفي نفس الوقت الجهه الصناعيه مستفيده ان هو شايف ان الخريج اللي هيخرج من الكوزن المصري الياباني هيطلع يشتغل على طول عنده، خلاص مش هيحتاج تدريب لان هو اصلا عنده كل سنه. وفي نفس الوقت المناهج اللي هو خدها هي مناهج متطوره. صحيح. ومناهج جايه من الصناعه. فهي الشراكه الصناعيه هي عندنا الزاميه، مش ما اصبحتش رفاهيه زي زمان. لا، هو يعني انا الزامي ان انا لازم ابقى معايا شراكه صناعيه عشان المخرج بتاعي هو هيطلع على الصناعه. طب اضافه المناهج الجديده، يعني انتوا عندكم اربع تخصصات. في تخصصين دلوقتي شغالين برضه في مرونه يعني انك تضيف مناهج جديده لو احتاجها سوق العمل. طبعا. احنا في تخصصين بالمناسبه بدانا بيهم وهم اللي موجودين. والتخصصين التانيين بنضيفهم. ممتاز. ده نتيجه زي ما قلت لحضرتك ان في تطور او احتياج لسوق العمل. فبالتالي احنا قلنا مش هنكتفي بالتخصصين اللي هم الميكاترونكس والكمبيوتر ساينس، وفي تخصصين تانيين بداوا يتضافوا ان شاء الله هنعلن عنهم الفتره الجايه، هو الطاقه الجديده والمتجدده والمايكرو الكترونكس او الرقائق الدقيقه. طيب، ارجع تاني بقى لفكره الاعداد. تعملوا قد ايه اعداد والتقديم شكله ايه والحكايه يعني؟ هو طبعا احنا يعني المعهد هو معهد حكومي. احنا نتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسه مجلس الوزراء. وده يعني الدوله المصريه للامانه يعني لم تبخل
سواء في الجزء المادي او الجزء اللوجستي او المعنوي لاعداد هذا المعهد. أيوة. فاحنا طبعا المعهد لا يهدف للربح، بس احنا طبعا نتيجة ان احنا بنشتغل بجودة يابانية ففي ضوابط كتيرة موجودة. من ضمن الضوابط هي ضوابط الاعداد. احنا الطالب زي ما قلت لسعادتك هو بنستقبله من بعد اتمام الشهادة الاعدادية مجموع 85%. بيبدأ يخش 4 اختبارات، هي اختبار اللغة الإنجليزية، اختبار العلوم، اختبار الرياضة، اختبار الاي كيو، وفي النهاية بيبقى فيه مقابلة شخصية مع الطالب عشان نبدأ نشوف مدى هو عايز المعهد اختياره للمعهد والدافع بتاعه، وهو العقلية. متحمس لنوع الدراسة، هيقدر يتماشى مع المواد الدراسية اللي جوه. لازم كل ده من خلال بعض المعايير اللي احنا بنحطها. طب يعني انتوا حاطين اعداد معينه يعني هو طبعا بتقبلوها ولا مفتوحه؟ لا هو طبعا للاسف مش مفتوحه يعني الاعداد طبعا يعني محدوده. احنا طبعا دي تاني دفعه بنستقبلها. بدانا نعمل الاختبارات لان طبعا الاولويه للطلبه المتميزه. صحيح. واحنا بنسعى ان احنا نجذب الطلبه المتميزه في هذا المجال. ممتاز. يعني احنا ان شاء الله النهارده هنقفل التقديم للمعهد. ممكن اللي حابب طبعا يسجل او حاجه سواء على الموقع الخاص بصندوق تطوير التعليم او الموقع الخاص بالكوزن المصري الياباني. طيب اي تجربه يا دكتور في تحديات بتواجهها، فازاي تتعاملوا مع هذه التحديات وتخلي المناخ كله مهيأ انه تعمل تجربه نموذجيه؟ طيب هي طبعا احنا يعني اي انسان في الدنيا هو مقاوم للتغيير. صحيح. وده بتبقى بدايه التحديات. بس يعني احنا زي يعني انا قلت حتى قبل كده احنا بنحاول ان احنا نحسن الاختيار. فحضرتك اشرت في الاول ان في اسر بيبقى عندها فكر انها تعلم اولادها تعليم صحيح. حقيقي. بيستثمر في اولاده. ده حاجه عظيمه جدا. فهو الاسره او ولي الامر والطالب يوم ما بيحس ان الطالب فعلا بدا ياخد تعليم حقيقي والمجموعه القائمه على هذا التعليم عايزه فعلا تطلع منتج لائق بالدوله المصريه. عايز اقول لحضرتك ان ولي الامر والطالب بيساعدك. احنا طبعا قابلنا اول ما بدانا التجربه المناهج طبعا اليابانيه متقدمه، فاولياء الامور مع الطلبه مناهج غريبه عليهم، فبالتالي بيبدا يقول طب المنهج صعب، لا انا ابني بياخد منهج تقيل، احنا عايزين الموضوع يعني بشكل اخف شويه. بس هو لما بيجي يلاقي ابنه والله انا خدت نظريه معينه ونزل قام مطبق النظريه دي في المعمل، وبعد شويه قام عمل مشروع عليها، وبعد شويه قام عمل فكره جديده وطور في النظريه، يبقى هو عنده خلاق هو اصبح شايف ان ابنه بيتطور. فبالتالي اصبح بدل ما هو بقى يقول لك لا خف عليه، يقول لك لا احنا كده ماشيين صح. يعني دي ناحيه. الناحيه اللي حضرتك برضو اشرت عليها في بدايه الحديث وكانت ممتازه جدا، احنا الطالب السمات الشخصيه بتاعته اتغيرت ازاي. النهارده لما باجي بلاقي الطالب كان بيجي لي بالفكر اللي احنا كلنا القديم. طب بعد ما بيروح بعد اول شهر دراسه والله والده جه لقى الله ده بيرتب المكتب بتاعه، ايه ده عامل جدول لنفسه للدراسه، ده ايه ده بدأ يعمل جدول اولويات في الامتحانات، ده بدأ ينزل في الوقت الفاضي يبدأ يشوف انا هنزل اشتري بعض الحاجات عشان عايز اعمل مشروع معين. بدأ يخش وبدأ يعمل موضوع السيلف ليرنينج، عايز يعلم نفسه بنفسه، عايز يحاول يلحق بقية زمايله اللي هم بقوا متميزين في احد النوادي اللي احنا فاتحينها جوه زي نادي الذكاء الاصطناعي او نادي الروبوتس او نادي اللغة الانجليزية. فاصبح الطالب هو بالمناسبة هو معانا السنة كلها، ما بقاش حتة ان انت لا انت عندك اجازة وخلاص انا يعني مش هشتغل مش هذاكر، لا هو من نفسه هو حابب الطريقة دي والشغل ده، وفي نفس الوقت هو لقى ان هو قدر ان هو يستوعب كمية كبيرة وخد تعليم حقيقي وحصل على درجات جيدة. صحيح. فبالتالي طبعا انا النهاردة انا بقيت ان انا لما بذاكر وبطبق بلاقي نتيجة او ثمرة المجهود بتاعي. صحيح. في لحظتها. طب انا ليه ما اشتغلش كده؟ فاحنا طبعا علينا عبء شويه في الاول هو حسن اختيار الطالب. ممتاز جدا. طب اي تجربه تعليميه فيها مبدعين من الطلبه تمام وكرييتيف وخلاقين عندهم افكار جديده، فتلاقي شريحه من الاولاد
في مثل هذا التعليم، فتلاقي فيه افكار خلق بيعمل فكره جباره. انتوا الاولاد دول المبدعين الشطار العباقره بتتعاملوا معاهم ازاي في عمل فكره جديده، عمل مشروع جديد؟ هل هناك افكار داخل المعهد انه الاولاد اللي زي دول احنا لا ده هنستثمرهم استثمار كبير جدا، ونعمل ايفنت كبير ليهم، نعمل يعني نعمل حاجه، نعملوا حاجه طيب ليهم؟ احنا مؤمنين بالانشطه، والجانب الياباني برضو ادانا يعني جزء من الثقافه بتاعته او الجزء الاكاديمي ما يطلق عليه بالاكسترا كريكولم اكتيفيتيز، الانشطه الخاصه بالنواحي التعليميه. فاحنا حريصين من اول يوم بدانا فيه دراسه ان معظم الطلبه عندنا يشتركوا في المسابقات، سواء المسابقات الدوليه او المسابقات ممتاز. المحليه. احنا طبعا الفتره دي بدانا معاهم بالمسابقات المحليه، بحيث فعلا زي ما حضرتك قلت ايه، طب هو فعلا في افكار جوه المسابقات نفسها. اه فهو يعني مش مجرد ان هو بيطلع بيقول فكره جديده، لا ده هو بيشوف حتى اللي حواليه بيفكر ازاي. صحيح. ففوجئنا برضو، ودي كانت من الحاجات الايجابيه جدا، ان الطلبه في السن دوت عملوا افكار يعني هي جديده. اه وبرضه احنا في يعني هو طبعا المعهد يتبع وزاره التعليم العالي، فبالتالي احنا بنقدر ان احنا ندخلهم في مسابقات مع قرنائهم من سن يعني ايه هايل. متقدم شويه. اه فبالتالي خدوا افكار وطلعوا افكار قابله للتنفيذ، وبداوا هم كمان في خلال فتره الاجازه الصيفيه يبداوا ينفذوها. وفي بعض الطلبه عندنا نجحوا ان هم ياخدوا احد المراكز في المسابقات اللي دخلوها. فدي بتبقى فرصه بصراحه جيده للطالب وللستاف اللي موجود ان صحيح. هو يشارك معاهم بالشكل ده. يعني انا بتمنى لكم كل التوفيق يا دكتور. بس في الاخير كده، انت حضرتك قلت لي انه التقديم اخره النهارده، تمام. يعني هل هناك فكره انك تمد يوم او يومين تاني ولا حاجه؟ هو فعلا هو جاء للاسف يعني جاء طلبات كتير ان آه. احنا نمد، وطبعا يعني تحت رعايه برنامجكم الكريم يعني ممكن نمد كمان التقديم يومين كمان بالتنسيق مع صندوق تطوير التعليم يعني. يا دكتور احمد بالتوفيق ليكم، واحنا عاوزين هذه التجربه تنجح نجاح كبير جدا ان شاء الله وتعمم وتيجوا طبعا مره ان شاء بقى الله نفسكم تزورونا ان شاء الله لازم نصور الحاجات الجميله والبديعه دي. وهو في العاشر من ان رمضان شاء الله طبعا في باذن الله. المنطقه الصناعيه يعني باذن الله كان يا فندم. بحيث يبقى وسط المصانع والاحتياجات الفعليه الصناعيه. ان شاء الله دكتور احمد بن داري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، نورتني وسعدتني. شكرا جزيلا لحضرتك والتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. يا كلام هنروح